السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم حلو تركي خطير خطير بجد يا جماعه، ما يتفوتش. بيدوب دوبان في البق. بصوا، هو طعمه ما يتوصفش بصراحه، مختلف خالص عن اي حاجه حلوه انا عملتها. طعمه مميز ومختلف. يا ريت قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير علشان ده بيساعد قناتنا تكبر. يلا مع بعض نحضر الوصفه. اول حاجه هبتدي في تحضير الشربات. هجيب كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين ميه ورشة فانيليا، وهنغليهم غلوة واحدة بس على النار. مش عايزينهم يغلوا كتير، عايزين الشربات خفيف خالص ونسيبه يبرد تماما. بعد كده هنبتدي نحضر في العجينة. هنجيب مكعب زبدة حوالي معلقة كبيرة، عليهم 3 معالق كبار سكر، عليهم رشة ملح، وعليهم نص كوباية زيت. وهنبتدي نخلط المكونات دي كويس جدا لغاية ما السكر يدوب. هكون محضرة بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وهنخلط كويس مع ذرة فانيليا. عايزين القوام يبقى كريمي ودايب كده، ومعلقة صغيرة خل. هنخلط كويس جدا المكونات لغاية ما البيض يختفي، وهحط عليهم نص كوباية زبادي. وهنخلط كويس جدا لغاية ما القوام يبقى كريمي زي ما احنا شايفينه كده. هكون محضرة 3 كوبايات الا ربع دقيق نخلتهم كويس. هحط عليهم معلقة متوسطة بيكنج باودر حوالي 10 جرام. وبعد كده هنبتدي بقى نعجن المكونات دي كويس جدا مع بعض لغاية ما الدقيق يختفي تماما. هنلاقي ملمس العجين يا جماعة طري طري جدا جدا، ودايب كده في ايدينا، وملمسه ناعم قوي قوي قوي، وما بيلزقش في الايد زي ما احنا شايفين كده القوام بتاعه. هبتدي اشتغل فيه على طول، مش هريح ولا اي حاجة. هجيب اي كيس بلاستيك او ورق زبدة زي ما احنا شايفين كده. هحاول بقى نفرد العجين ده على شكل مستطيل زي ما احنا شايفين. نحاول نفرد على قد ما نقدر يكون الشكل مستطيل كده. هبتدي بقى اسويه كده بالسكينة، الطرف بتاعه بالسكينة علشان نظبط المستطيل بتاعنا. هنلاقي العجينة طرية جدا معانا ومساعدانا قوي، ناعمة قوي قوي قوي. هكون محضرة جنبي كوباية مكسرات اي نوع انا بحبه او بفضله، هكون جرشاها ناعم كده. وانا هستخدم عين جمل هنا، كوباية عين جمل. وهنبتدي بقى نقطع العجين على شكل شرايح طويلة كده. هنشكلها على شكل شرايح طويلة كده زي ما احنا شايفين الشكل معانا. الشكل اللي احنا شايفينه كده بالتساوي، على قد ما نقدر نقطع العجين على شكل شرايح طويلة متساوية. مش لازم تبقى متساوية بالظبط، بس عادي يعني هو الشكل اللي احنا شايفينه ده نحاول نوصله. بعد كده هنبتدي بقى نمسك قطعة قطعة كده ونلفها على شكل رول، كأننا بنعمل بالظبط سينابون. زي ما احنا شايفين الشكل كده، زي ما احنا شايفين بسيطة وبتتلف معانا بكل سهولة، لان العجينة زي ما قلت لكم ناعمة جدا ودايبة. هنبتدي بقى المرحلة دي مهمة، نقفل الطرف بتاعها كويس قوي، ونضغط ضغطة بسيطة عليها كده بالشكل الموضح قدامنا. اكون محضرة صينية دهنها زيت خفيف وحط عليها ورق زبدة. لو مفيش ورق زبدة مفيش مشكلة. هتخش بقى الفرن على درجة حرارة 180 رف وسط. هتاخد حوالي 30 دقيقة. هي بتطلع سخنة والشربات اللي احنا حضرناه بيكون بارد. اهم حاجة يا جماعة زي ما احنا قلنا الشربات ما يغليش غير غلوة واحدة بس، اللي هو يا دوبك ندوب السكر وبعد كده نطفي عليه ونسيبه يبرد، لانها بتحب شربات خفيف بارد. هنسقيها ونسيبها تتشرب، وبعد كده بعد ربع ساعة نقلبها على الجزء التاني السطح التاني، ونسيبها برضو تتشرب من الشربات تماما. هنلاقيها شربت الشربات وبقت معانا دايبة زي ما احنا شايفين. شكلها وطعمها خطير. اتمنى ان انتوا تجربوها. طعمها مميز ومختلف خالص عن اي حاجة حلوة انتوا جربتوها قبل كده. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير علشان ده بيساعد قناتنا تكبر. وما تحرموناش من تعليقاتكم الحلوة. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.